فيلمنا بيبدأ مع ستيف وهو بيحاول يتعود على حياته الجديدة، وكان بيجري مع ضابط جيش سابق اسمه سام، وستيف بيعدي منه في السباق كذا مرة. وبعدها بيقول لسام: أنا بقيت مبسوط في الزمن ده وعجبني جدا اختراع الإنترنت. وبعدها بتعدي عليه زميلته اللي اسمها ناتاشا عشان رايحين ينقذوا رهاين مخطوفين على سفينة تبع منظمة سجيلد. وستيف وناتاشا بيتجمعوا مع روميلو قائد الفرقة الخاصة، وروميلو بيعرفهم إن في القراصنة هما اللي خطفوا السفينة. قائد القراصنة اسمه باتروك، وده شخص مطلوب للعدالة ومتهم في 36 قضية، ومن أهم الرهائن اللي اتخطفوا عميل مهم في سجيلد اسمه كاسبر. وستيف بيدي الأوامر بتاعته للفرقة العسكرية، وبيقول لناتاشا: أنت اللي هتروحي توقفي محرك السفينة، وأنا هروح أدور على باتروك وأقبض عليه. وباقي الجنود مهمتهم إن هم ينقذوا الرهاين. وبعدها ستيف بينط من الطيارة من غير باراشوت وبينزل في المية وبيتسلل للسفينة وبيضرب القراصنة واحد ورا التاني، وبيخلص على كل اللي بيقابله في سكته بمنتهى السهولة. وبعدها بيوصلوا الفرقة الخاصة وبينضموا لستيف، وناتاشا برضه بتخلص على رجالة القراصنة وبيطلع انها ماهرة جدا في القتال. وبعدها رايحة هي والفرقة ياخدوا اماكنهم وبيجهزوا اسلحتهم ناحية القراصنة اللي بيحرسوا الرهاين، وبيفتحوا عليهم النار مرة واحدة وكلهم بيموتوا وبيأمنوا خروج الرهاين. اما ستيف فبيهجم على غرفة التحكم، بس باتروك بيضربه وبيجري، وستيف بيكلم ناتاشا اللي بتكون مش موجودة في مكانها. وبعدها باتروك بيهجم على ستيف وبيضربه وبيطلع قوي زي كابتن امريكا، وبيقول له: قاتلني من غير الدرع لو تقدر. وستيف بيشيل الدرع ورا ظهره وبيتقاتل معاه وبيضرب فيه بكل عنف وبيفقده الوعي. وبيشوف ناتاشا بتاخد بعض المعلومات من السفينة على فلاشة، وبيستغرب لانها المفروض مش جاية عشان تعمل كده. فهي بتقول له ان دي المهمة اللي انا اتكلفت بيها، والغرض من المهمة كلها كانت المعلومات اللي خدتها مش انقاذ الرهاين. وبعدها بثواني باتروك بيفوق وبيرمي عليهم قنبلة، بس ستيف بينقذ نفسه هو وناتاشا في الوقت المناسب، وباتروك بيكون هرب. وتاني يوم ستيف بيروح لمقر سجيلد وبيقابل نيك فيوري. انا لازم ابقى عارف بكل حاجة تخص المهمة بتاعتي، وكان لازم ابقى عارف ناتاشا طالعة المهمة دي بتعمل ايه، لان لازم يكون في ثقة ما بين الجنود، والا الرهاين كانوا ممكن يموتوا. ونيك بيقول له ده اسمه توزيع مهام، وكل واحد في المهمة ممكن يكون ليه اسرار ومش لازم الجندي التاني يعرفها. وبعدها نيك فيوري بياخده وبيوري له مشروع سري شغالين عليه واسمه مشروع انسايد، وده عبارة عن مركبات كبيرة متوصلة بالقمر الصناعي وتقدر تقتل اي اعداء في خلال ثواني مهما كان عددهم، وبكده نقدر نقتل الاعداء من قبل ما يهددوا الكوكب. بس ستيف مش بيعجبه الاختراع ده لانه شايف ان العقاب بيجي بعد الجريمة. فنيك فيوري بيقول له: احنا مش لسه هنستنى الاعداء يغلطوا وبعد كده نعاقبهم. بس برضه ستيف ما كانش مقتنع وبيقول له: احنا كده بنوجه السلاح ده على كل الارض وبنكذب عليهم وبنقول لهم احنا بنحميكم، بس ده اسمه ارهاب. وبيسيبه وبيمشي. بيروح متحف عن الرموز والشخصيات المهمة وبيشوف نفسه متكرم من ضمن الشخصيات المهمة، وبيعرضوا قصته وصوره في المتحف، وبيتفرج على افلامه القديمة وبيشوف صورته مع فرقته القديمة وبيفتكر ذكريات زمان. وستيف بيتأثر لما بيشوف صورة صاحبه باكي لانه معتقد انه مات من ساعة ما وقع على القطر. وبيتفرج على لقاء لكارتر وهي بتحكي قصة من قصة ستيف لما كان بيهجم على مقرات هايدرا، وبتقول ان ستيف كان علامة فارقة في حياتي. وبيطلع ان كارتر لسه عايشة وكبرت في السن جدا بس كان جالها زهايمر، وستيف بيروح يزورها بس هي احيانا بتبقى مش فاكرة ستيف. وبعدها نيك فيوري كان عاوز يفتح الملفات اللي على الفلاشة، بس الغريب ان الفلاشة كان عليها شفرة ونيك فيوري مش بيقدر يفتحها. وبعدها كان متجه لمجلس منظمة سجيلد، وبنشوف في المجلس ده كل الاعضاء كانوا مش عاجبهم هجوم القراصنة اللي حصل على السفينة، ومعتبرين ان ده فشل اداري من نيك فيوري، وبيقولوا الكلام ده للوزير بيرس. وبعدها نيك فيوري بيروح يقابل بيرس، وبيرس مش بيعرفه ان المجلس متضايق منه وبيسأله عن سبب الزيارة. فنيك فيوري بيقول له: انا بطلب نعمل تصويت لتأجيل مشروع انسايد علشان عاوز اتأكد ان المشروع هيشتغل بشكل كويس قبل ما يتعمل. وبيرس بيبقى رافض بس بيقول له هحاول. وبعدها نيك فيوري كان راكب عربيته وهو مروح، بس فجأة بتخبطه 4 عربيات شرطة وبيحصل له كسر في دراعه، وبينزل فريق قوات خاصة تبع الحكومة علشان يقتلوه. بس المساعد الصوتي لنيك فيوري بيقول له ان الناس دول مش من الشرطة، دول مجرمين. وبعدها المجرمين دول بيفتحوا النار على عربيته، بس عربيته كانت مصفحة وبتستحمل، والمجرمين بيحاولوا يدمروا باب العربية بكل الطرق. ونيك فيوري بيستنى الوقت المناسب وبعدين بيطلع رشاش وبيقتل المجرمين دول وبيشغل السواق الآلي والعربية بتتحرك، بينما هو فتح النار على المجرمين بس في عربيتين شرطة بيطاردوه والطريق كان زحمة. فنيك بيسوق بتهور وفي مجرمين تانيين بيظهروا وبيضربوه بالنار، بس نيك فيوري بيتخلص منهم. بعدها العربيتين دول بيزنقوا عليه، بس نيك فيوري بيفرمل مرة واحدة وبيسيبهم يتخبطوا من العربية نقل، وبيظن ان هو كده اتخلص منهم. بس بيظهر شخص مقنع مجهول وبيرمي قنبلة على عربيته، وعربية نيك فيوري بتتقلب ومقنع بيقرب عشان يقتله، بس نيك فيوري عرف يهرب
عن طريق البلاعه اللي في الارض. وبالليل ستيف كان مروح لبيته وبيسلم على جارته كيت وبيخش البيت وبيتفاجئ بوجود نيك فيوري، ونيك فيوري بيكتب له على الموبايل ان في ناس بيراقبونا، فاتكلم بلغه مشفره. ونيك بيقول له منظمه ذا شيلد في خطر، وفجاه في قنبله بتترمي على البيت ونيك فيوري بيتصاب، واللي رماها كان الشخص المقنع. ونيك فيوري بيديله فلاشه وبيقول له ما تثقش في حد، وبتخش عليهم كيت جارة ستيف وبيطلع انها عميله في منظمه ذا شيلد، وعشان كده هي سكنت جنبه وهتهتم هي بحاله نيك فيوري. وستيف بيجري عشان يلحق الشخص المقنع ورمى عليه الدرع، بس المقنع صد الضربه ورمى له الدرع بقوه وهرب. وستيف يتفاجئ ان هو لحق يهرب، وبينقلوا نيك فيوري على المستشفى لانه فقد الوعي. وناتاشا وستيف بيروحوا يزوروه، وستيف بيقول لها الشخص المقنع ده كان سريع وقوي جدا وعنده دراع حديدي، وحاله نيك فيوري كانت صعبه جدا، وللاسف النبض عنده بيقف وبيموت. وستيف وناتاشا كانوا في حاله صدمه، وناتاشا بتسال ستيف نيك فيوري كان بيعمل ايه في شقتك، وستيف مش بيرضى يقول لها وبيقول لها ما اعرفش. وناتاشا بتحس ان هو كذاب، وستيف بيجي له استدعاء من ذا جيلد وبيقابل بيرس اللي بيساله نيك فيوري كان بيعمل ايه في شقتك، وستيف برضه بيقول له ما اعرفش. وستيف بيعرض له فيديو لمجرم باتروك اللي خطف السفينه لان ذا جيلد قدرت تقبض عليه، وبيسالوه مين اللي مأجرك وامرك تخطف السفينه، فباتروك بيقول لهم ان هو كان نيك فيوري. وستيف بيتفاجئ وبيسال نيك فيوري هيعمل كده ليه، وبيرس قال له عشان اكيد نيك كان عاوز يسرق معلومات من السفينه، وبالتالي كان عاوز يبيع المعلومات دي، وجايز عمليه البيع فشلت فاتقتل. وستيف بيقول له انا وانت عارفين نيك فيوري كويس وعارفين انه مستحيل يعمل كده. وبيرس قال له انت اخر واحد شفت نيك قبل ما يتقتل، فانا هسالك تاني كان بيعمل ايه في شقتك. فستيف بيقول له بصراحه قال لي ما اثقش في حد. وبيرس بيقول له في حد تسبب في مقتل نيك فيوري، واي حد هيقف في سكتي هيندم. وستيف بياخد بعضه وبيمشي، ولما ركب الاسانسير روميرو والفرقه الخاصه بتركب معاه، وستيف شافهم حاطين ايديهم على الاسلحه، فستيف ما كانش مرتاح لهم، وفعلا كلهم بيمسكوه وبيحاولوا يقبضوا عليه، وستيف بيقدر يضربهم بكل قوه ومفيش حد بيقدر عليه وبيهزمهم كلهم. بس كان في فرقه كبيره مستنياه، فهو قطع حبل الاسانسير ونزل للدور الارضي وكسر الازاز ونط منه وبيهرب بالموتوسيكل بتاعه، بس في طياره بتظهر وبتضرب عليه نار، وستيف رمى الطلع عليها وعطلها وطلع عليها ودمرها بالدرع. ومن بعد اللي حصل منظمه ذا شيلد اعلنت ان ستيف مطلوب القبض عليه لان بيرس بيتهم ستيف انه متورط في مقتل نيك فيوري. بينما ستيف راح المستشفى عشان ياخد الفلاشه لكنه مش بيلاقيها، وبيطلع ان ناتاشا هي اللي خدتها، فبيطلب منها تديله الفلاشه وهي بتقول له سيبك دلوقتي، انا عارفه مين اللي قتل نيك فيوري، الشخص المقنع اللي هجم عليه اسمه قاتل الشتاء، وعرفت ان هو نفذ عمليات قتل كتير وحاولت اعرف مكانه بس فشلت. وبعدها بتديله فلاشه وبيروحوا سوا يشغلوها، وناتاشا بتتجاوز الشفرات اللي في الفلاشه وكانت بتطلع اشاره من مكان معين في نيو جيرسي، فبيروح سوا على المكان ده، واللي بيطلع انه المكان القديم اللي ستيف كان بيتدرب فيه في الاربعينيات. وبيخشوا المكان وما كانش فيه اي حد، وبيكتشفوا وجود اسانسير سري وبيركبوه وبيروحوا لاجهزه الكمبيوتر اللي في المكان علشان الاشاره طالعه من هنا. وناتاشا بتوصل الفلاشه في الجهاز وبتشغل البرنامج اللي عليه، واللي بيحصل بعدها ان في حد بيتكلم من خلال الكمبيوتر وبيطلع ان ده دكتور زولا. وستيف بيستغرب لان بالتاكيد زولا مات، وبيتضح ان ده ذكاء اصطناعي، وزولا قبل ما يموت دمج دماغه في الذكاء الاصطناعي ده، وبالتالي هو يقدر يتكلم ويتحاور مع ستيف وناتاشا. وزولا بيعرفهم ان هايدرا ما انتهتش، هايدرا فضلت مكمله من بعد ما يوهان مات، لان هايدرا اتعملت على مبدا ان لو الانسان حر فهو ما يتوثقش فيه، فلازم الانسان ما يبقاش حر. وبعد الحرب العالميه تم تاسيس منظمه ذا شيلد، وشغلوني معاهم لانهم شافوني عبقري، بس ما كانوش يعرفوا ان انا اشتغلت معاهم جاسوس لحساب هايدرا. وهايدرا كانت هي سبب معظم المشاكل اللي حصلت في العالم، ولينا جواسيس كتير شغالين في ذا شيلد، وفي خوارزميات معينه متوصله بمشروع انسايد. وناتاشا بتساله ايه هي الخوارزميات دي، بس زولا مش بيرضى يقول لها، وبيعرفهم كمان ان هايدرا المتسببه في مقتل نيك فيوري، وهايدرا هترجع تسيطر على العالم تاني من خلال مشروع انسايد اللي نيك فيوري كلم ستيف عنه. وهم بيتصدموا من الكلام ده، واخر حاجه بيقولها لهم ان هو هيضرب عليهم صاروخ من مشروع انسايد. وناتاشا بتعرف ان هو قدامهم 30 ثانيه بس والصاروخ يتضرب عليهم، وهم ما كانش عندهم وقت للهرب، فبيستخبوا وستيف بيحميهم من الدرع. وبعد ما الدنيا بقت امان بيشيل الحطام اللي فوق دماغهم وبيشيل ناتاشا وبيهرب بيها قبل ما عملاء ذا شيلد يوصلوا. وبنروح للوزير بيرس في بيته، وبيلاقي ان جند الشتاء جاله البيت، وبنفهم ان بيرس ورا كل اللي حصل وهو اللي مأجر جند الشتاء. ولما السكرتيره بتاعت بيرس بتخش عليهم وبتشوف جند الشتاء، بيرس بيضطر يقتلها علشان محدش يعرف بأمر جند الشتاء نهائي. بينما ستيف وناتاشا بيروحوا البيت سام عشان يستخبوا عنده، وناتاشا بتبقى ندمانه انها انضمت لذا شيلد عشان طلعوا في الاخر جزء من منظمه هايدرا، وبتقول له ايه احساسك انك اتجمدت طوال السنين دي وفي الاخر هايدرا ما انتهتش. ستيف قال لها مش مهم، المهم ابقى عارف انا بقاتل
مين، وبيستنتجوا ان بيرس هو اللي ضرب عليهم صاروخ امبارح بالليل لان هو مدير ذا شيلد وهو الوحيد اللي معاه الصلاحيات، وبيتوقعوا كمان ان هو بيتعاون مع جاسبر الشخص اللي كان من ضمن رهاين السفينه. وسام بيقرر ينضم ليهم ويساعدهم في اللي هيعملوه، وبيتفقوا على الخطه بيخطفوا بيها جاسبر. وفعلا جاسبر بتجيله مكالمه من سام وبيقول له فيها سيب كل الحراس اللي معاك وامشي للمكان اللي هقولك عليه. وجاسبر قال له انا هسمع كلامك ليه؟ سام قال له عشان في ليزر متصوب عليك ولو ما نفذتش كلامي هتموت. فجاسبر بيضطر يسمع كلامه، والسيف بيضربه وبياخده على سطح عماره وبيأمره يتكلم ويفهمه ايه هي خوارزميات زولا، ويعترف ويقول هو ليه كان على السفينه. وجاسبر بيستهزأ بيه وبيقول له يعني انت هترميني من فوق السطح لو ما اتكلمتش؟ انت مستحيل تعمل كده. فستيف قال له عندك حق، انا مستحيل ارميك، بس ناتاشا تقدر تعملها. وفعلا ناتاشا بترميه من فوق، بس بيظهر سام وبينقذه وبيطير بيه، وبيظهر ان سام عنده جهاز بيطلع اجنحه وبيخليه يطير. وجاسبر بيضطر يتكلم وبيقول لهم ان خوارزميات زولا متوصله بمشروع سفينه انسايد ومحدده اشخاص معينه تقتلهم، والاشخاص دول انت من ضمنهم وهالك ودكتور سترينج وحتى اي حد يشكل تهديد على هيدرا في المستقبل. وستيف بيستغرب وبيساله زولا هيعرف المستقبل ازاي؟ فجاسبر بيقول له ان كل حاجه بني ادم هيعملها اصبحت كانها كتاب رقمي، كل سكيلاتك في البنوك وزياراتك للدكاتره ومكالماتك وتصفحك على النت متسجل وبيتبني عليه التقييمات للماضي وتوقعات دقيقه للمستقبل. ولما خوارزميات زولا تحس ان في شخص بيهدد مستقبل هيدرا سفينه انسايد هتقتله على الفور. وستيف بيتصدم من الكلام ده لان مشروع انسايد هيتم اطلاقه بعد 16 ساعه، وبياخدوا جاسبر معاهم عشان يستخدموه ويخشوا مقر الساشيلد ويوصلوا لمشروع انسايد ويوقفوه. ولكن بيظهر جندي الشتاء وبيرمي جاسبر قدام عربيه وبيقتله وبيقف قدامهم على الطريق. وبعدها في عربيه تبع الساشيلد بتخبط عربيه ستيف من ورا، وجندي الشتاء بيدمر عجله القياده بتاعت ستيف وعربيه ستيف بتتقلب، وستيف بياخد سام وناتاشا وبينجو من العربيه. وبعدها جندي الشتاء ضرب ستيف بالقذيفه وطيره جوه الاتوبيس، وبيحصل تبادل ضرب نار ما بين ناتاشا وسام وفرقه ساشيلد. وناتاشا بتحاول تنجو بحياتها على قد ما تقدر، وكانت ذكيه في التعامل معاهم وقدرت تصيب نضاره جندي الشتاء. جندي الشتاء بيامر رجالته ان هم يهتموا بستيف وانا ههتم بناتاشا، والجنود بيفتحوا النار على الاتوبيس اللي فيه ستيف. وستيف بينجو باعجوبه وبيصد ضرب النار بالدرع، وسام بيتدخل وبيضربهم بالنار وبينقذ ستيف. وستيف بيجري وبيلحق ناتاشا. في الوقت ده ناتاشا بتغفل جندي الشتاء وبتحاول تتعامل معاه لكنها بتفشل، فبتطلع تجري منه وهو بيوصل لها وكان على وشك يقتلها. لكن بيظهر ستيف في الوقت المناسب وبتدور ما بينه وما بين جندي الشتاء معركه قويه. وجندي الشتاء طلع خصم قوي جدا لكابتن امريكا وكان ممكن يقتله في اكتر من محاوله، وستيف قدر يشيل القناع اللي على وشه وعلشان يتكشف اخيرا هويه جندي الشتاء، واللي بيطلع ان هو باقي صديق ستيف القديم. بس باقي كان اتعمل له مسح في الذاكره ومش فاكر ستيف، وناتاشا ضربت عليه قذيفه من بعيد فهو هرب. وبعدها بيوصل روميلو والفرقه الخاصه وبيقبضوا على ستيف واللي معاه، وكانوا عايزين يقتلوا ستيف دلوقتي بس بيتراجعوا لما بيشوفوا طياره تبع الصحافه بتصورهم، وروميلو بيقرر يقتله بعدين. وستيف كان مستسلم تماما لانه في حاله صدمه بعد ما اكتشف انه بيحارب باقي، وكان محبط اكتر لانه باقي لما بصله ما تعرفش عليه، وبيستنتج ان هيدرا انقذوا باقي لما وقع من القطر وخدوه وعملوا عليه تجربه. وده يفسر ازاي باقي لسه عايش من 70 سنه بس وهم في عربيه الترحيلات في جندي بيقتل زميله، واللي عمل كده كانت العامله هال ودي مساعده بتاعه نيك فيوري ودراعه اليمين. والفرقه الخاصه وقفوا في مكان بعيد عن الناس عشان يقتلوا ستيف واللي معاه ومحدش من الاعلام يعرف، بس روميلو بيتفاجئ ان ستيف واللي معاه قدروا يهربوا، وهال بتبقى خدتهم لمكان سري وبتوريهم ان نيك فيوري لسه عايش بس كان لسه مصاب وعنده كسور كتير في جسمه، وهو كان زور موته عشان بيرس ينشغل عنه ويفتكروا مات. وبيقول لهم انا اضطريت اخبي موتي عنكم عشان ما كنتش عارف هثق في مين. وبنروح لباقي وبنعرف انه بعد ما وقع من القطر دراعه اتقطع، وعملاء هيدرا لقوه وركبوا له دراع حديد وحقنوه بمصل شبه اللي خده ستيف ومسحوا ذاكرته بالكامل. كل ده تحت اشراف دكتور زولا، وفضلوا مجمدينه طوال ال70 سنه اللي فاتوا عشان يستخدموه في الوقت المناسب. ودلوقتي بيرس بيجي يقابله وبيساله عن اللي حصل في المهمه الاخيره، وباقي كان اللي بيفكر فيه هو ستيف، وبيسال بيرس مين الشخص ده وبيقول له انا حسيت ان انا اعرفه. وبيرس بيقول له انت اتقاتلت معاه قبل كده فتهيالك انك تعرفه، انساه وكمل في مهمتك وخدمتك لهيدرا. بس باقي بيقول له انا حاسس اني اعرف ستيف كويس. فبيرس بيأمر العلماء ان هم يمسحوا ذاكره باقي من جديد، وفعلا بيكتفوه وبيبداوا في عمليه مسح ذاكرته، بينما نيك فيوري بيدي ستيف واللي معاه 3 شرايح عشان يحطوها في ال3 مركبات اللي تبع مشروع انسايد ويسيطروا عليها. ولازم ال3 شرايح يتحطوا، ولو في مركبه ما تحطش فيها الشريحه فالمركبه هتقتل ناس كتير. وبيتفقوا انهم هيقتحموا مقر الساشيلد ولازم يقطعوا على ساشيلد كمان لانها بقت تبع هيدرا. بعدها ستيف بيقف بره وبيفتكر بعد ما امه ماتت وباقي كان جنبه بيواسيه، وستيف بيشكره لان هو الوحيد اللي جنبه، وباقي بيقول له ما تشكرنيش عشان انا هبقى معاك دايما.
وفي الوقت الحالي سام بيروح له وبيقول له انت عارف ان انا هنواجه باقي تاني بس المره دي انت لازم تقاتله. فستيف بيقول له مش هقدر اعمل كده، ولو هو لسه مش فاكرني فهيفتكرني بعدين. وبعدها ستيف بيروح يسرق اللبس بتاعه القديم من المتحف وبيتجهوا هما الثلاثه على مقر هيدرا. وفي نفس الوقت كان فاضل ساعتين على انطلاق مركبات انسايد، وستيف واللي معاه بيقتحموا غرفه التحكم في ذا شيلد. وستيف بيتكلم كل الموظفين في المايك وبيقول لهم ان ذا شيلد مش زي ما انتم مفكرين، هايدرا سيطرت عليها وبيرس هو القائد بتاعهم، وفريق القوات الخاصه تابع لهايدرا برضه، وهم اللي قتلوا نيك فيوري. ولو وافقتوا على تشغيل مشروع انسايد فهايدرا يقدروا يقتلوا اي حد يقف في سكتهم، فلازم نتحد سوا علشان نوقفهم، وانا مستعد اضحي بحياتي عشان اوقفهم. وبعد الكلام ده مجلس شيلد كانوا عايزين ينقلبوا على بيرس، بس للاسف الفرقه الخاصه بتيجي تقبض عليهم هم، وروميرو بيروح يأمر الموظفين باطلاق مشروع انسايد حالا. ولما موظف بيرفض روميرو كان هيقتله، بس كيت وكل الموظفين بيرفعوا اسلحتهم على الفرقه الخاصه، وكل الموظفين بيبقى ضميرهم صحي، بس الفرقه الخاصه بيبادروا باطلاق النار وروميرو بيفعل مشروع انسايد. والثلاث مركبات بتبدا في الانطلاق، فستيف وسام بينطلقوا ورايحين يحطوا 3 شرايح في ال3 مركبات وبيقاتلوا عملاء سجلت في السكه. بينما بيرس كان هيقتل اعضاء مجلس الاداره، بس ناتاشا بتطلع متخفيه وبتضرب الفرقه الخاصه، وبعدين بتكشف عن شكلها وبترفع السلاح على بيرس، وبعدها بترفع كل اسرار هايدرا وذا شيلد على النت عشان كل الناس تعرف حقيقتهم. وسام في نفس الوقت كان بيشتبك مع اسلحه ذا شيلد، بينما ستيف كان قدر يحط اول شريحه في اول مركبه، وكده المركبه دي بقت تحت سيطره هال. وسام كان بيحاول يفضل عايش من صواريخ ذا شيلد وبيفلت من كل الصواريخ، وبيروح يحط تاني شريحه في تاني مركبه، وكده باقي شريحه واحده. لكن في الوقت ده بيوصل باقي، وبعدها نيك فيوري بيوصل لمقر ذا شيلد وبيقابل بيرس. اما ستيف وسام فكانوا في طريقهم لتالت مركبه، لكن بيظهر باقي وبيضرب ستيف وبيكسر جناحات سام، وبعدها بيرميه من فوق. والحزن الحظ سام كان معاه باراشوت للمواقف اللي زي دي، وبيتصل بستيف وبيقول له للاسف البدله بتاعتي باظت وكده مش هقدر احارب معاك. وستيف بيقول له ما تقلقش انا هتصرف. وبعدين بيقابل قدامه باقي وستيف بيضطر يتقاتل معاه، وبتحصل ما بينهم مواجهه عنيفه، بس ستيف كان بيدافع اكتر ما بيضرب لانه مش عاوز يضر صاحبه، وباقي بيقدر يطعنه في كتفه، بس ستيف بيستحمل وبيمسك باقي وبيخنقه لحد ما بيفقدوا الوعي. وستيف بيجري عشان يحط الشريحه الثالثه، لكن باقي بيفوق وبيضربه كذا مره بالنار، وستيف بيستحمل الالم، وباقي كمان بيضربه في بطنه. والمركبه الثالثه بتحدد الاشخاص اللي هتقتلهم في الارض، وحددت 800,000 شخص هيتقتل، والاشخاص دول كانوا خلاص هيموتوا، لكن ستيف حط الشريحه في اخر ثانيه، وكده هيدرا ما بقتش المتحكمه في مشروع انسايد. وهال بتخلي المركبات الثلاثه تستهدف نفسها وبتطلب من ستيف يمشي بسرعه، بس ستيف بيقول لها دمري المركبات وما يهمكيش انا هتصرف. وفعلا بدات المركبات تدمر نفسها، ونيك فيوري قتل بيرس بعد ما الفوضى دي انتهت. وستيف شاف الحديد واقع على باقي فبيجري عليه وبيشيل الحديد وبينقذه، وبالرغم من كده باقي ضربه، وستيف بيحاول يخليه يفتكره وبيقول له احنا كنا اصحاب طوال حياتك، وباقي لسه مش فاكر وبيضربه تاني. وستيف بيقول له انا مش هضربك مهما حصل عشان انت صديقي، وبيرمي الدرع، وباقي بيقول له انت مهمتي، وبينزل فيه ضرب، وباقي بعدها بيتوقف لانه فكر ستيف، بس المكان بينهار وستيف بيقع في الميه، وباقي بينط وراه وبيخرجه وبيطلعه على الشط وبيسيبه فاقد الوعي وبيمشي. وستيف بيتنقل للمستشفى وصحته بتتحسن بسرعه وبقى كويس، وكل عملاء هايدرا اتقبض عليهم، وبعدها بيحاكموا ناتاشا بسبب عمليات التدمير اللي حصلت، لان اللي حصل ده بيهدد امن البلد. فهي بتقول ان هايدرا كانت السبب واحنا كنا بنحاربهم، والجنرال بيقول لها احنا شايفين اننا لازم نقبض عليكي ونحطك في السجن. فناتاشا قالت له انتوا مش هتعرفوا تقبضوا عليا لانكم محتاجيني ومحتاجين كابتن امريكا في الدفاع عن البلد عشان احنا مؤهلين للتصدي للشر، ولو عاوزين تقبضوا عليا اقبضوا عليا انا مش هستخبى. وبتسيبهم وبتمشي ومحدش بيقدر يرد عليها. بينما ستيف بيقابل نيك فيوري هو وسام، ونيك فيوري بيرحب بسام معاهم لانه اصبح واحد منهم. وناتاشا بتيجي تقابل ستيف وبتديله ملف فيه كل المعلومات عن باقي وعن اللي حصل له عشان ستيف عاوز يوصل له. بينما باقي بيوصل للمتحف وبيشوف صورته والسيره الذاتيه بتاعته وبيعرف حقيقته، وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد.